تلعب الجزائر ورقة المال للظفر بتنظيم كأس أفريقيا 2025 بعد أن فشلت في تلويث العلاقة بين فوزي القجع رئيس الجامعة وباتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وقررت الجزائر الانسحاب من سباق تنظيم الكان بسبب قوة الملف المغربي، قبل أن تعود في الأيام الأخيرة إلى الحديث عن حظوظها في احتضان المنافسة. ووفقا للصباح، أكد صالح باي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجزائري أن بلاده مرشحة رسميا لاحتضان أفريقيا 2025، وأنه جاء إلى مصر من أجل هذا الغرض. فيما يرى الإعلام المصري أن قدومه إلى أرض الفراعنة ليس بسبب هذا الدافع، وإنما للتفاوض مع أعضاء من الكونفدرالية حول ملف ترشيح الجزائر. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الجزائر قدمت تنازلات كبيرة لنيل ثقة أعضاء المكتب التنفيذي للكاف من قبل التكفل بإقامة ومصاريف المنتخبات المتأهلة لهذه البطولة، علما أن الكونفدرالية تخصص منحة للمنتخبات المتأهلة من أجل التحضير والإقامة، إضافة إلى منحة للدولة المستضيفة. وروج الإعلام الجزائري في الفترة الأخيرة لفتور العلاقة بين القجع وموتسيبي، قبل أن يرد الجنوب الإفريقي عبر صفحته على الانستغرام ويؤكد جودة علاقته بالمغرب. ونوه موتسيبي خلال زيارته الأخيرة لمناسبة احتضان الرباط نهائي الأولمبيين بالبنية التحتية بالمغرب، مؤكدا أنه قطع أشواطا بعيدة في المجال ومستعد من اليوم لاحتضان أرقى التظاهرات، مهنئا القجع على المجهودات التي هافت ببذلها في سبيل تطوير الكرة القدم الإفريقية وخصوصا المغربية. وهو التصريح الذي أحدث ارتجاجا بالجارة الشرقية وجعلها تتحرك بقوة قبل موعد الإعلان عن بلد المنظم لكأس القارية في شتنبر المقبل.